إن الظن يكون على أنواع، فمنه ظن محرم، وهو أن يسيء المرء الظن برب العالمين، فيتزوج ويقول أظن أن الله لن يوفقني، يبدأ في تجارة ويقول أظن أن الله سوف يصيبني بخسارة، يأتيه الموت وهو يقول أظن أن الله سيعذبني. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول فيما رواه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. فلا يجوز أن يسيء المرء الظن بالله تعالى، بل يحسن الظن، فهو جل وعلا أهل الفضل والإحسان جل في علاه. ومنه ظن حرام، أن يظن السوء أيضا بالآخرين، وأن يظن السوء بالناس، وأن يحمل فعلهم على المحمل السيء. ومنه ظن جائز، وهو أن يقول الإنسان أظن أن فلانا وصل من السفر، أظن أن فلانا سوف ينجح، أظن أن فلانا سيتوظف. ومنه الظن الواجب، وهو أن يظن الإنسان الخير بنفسه فيقدم على الخير، أن يظن الخير بأهله، أن يظن الخير بالمسلمين، أن يحمل محاملهم دائما وأفعالهم على الخير.